السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم اغلى متابعين عاملين إيه النهارده؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. النهارده حماتي قررت تعمل لكم عيش مصري بعد التعليقات الحلوة المفرحة اللي شافتها منكم. ان شاء الله هنعمل عيش تحفة جدا هيعجبكم ان شاء الله. جابت حلة فيها مية دافية، حطت فيها معلقة ونص من الملح، ونخلت 5 كيلو دقيق زي ما انت شايفة كده. اتمنى الوصفة تعجبكم ان شاء الله وتبقى واضحة بالنسبة لكم وسهلة جدا. ممكن تعمليه بكميات بسيطة، مش شرط ال5 كيلو، ممكن تجربي في كيلو عادي جدا. لو عندك فرن ان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديكي، وريتك انا العيش اللي تعمليه من غير فرن تعمليه ازاي. ان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايدينا كلنا يا رب العالمين. هتبدأ تنخل الدقيق، هو نضيف كويس مفيهوش اي حاجة، بس زي ما اتفقنا قبل كده لازم الدقيق يتنخل كويس قبل اي عجن او اي حلويات عموما، عشان النخل دوت بيفرق جدا في مستوى العجين. احنا كده نزلنا بكمية الدقيق كلها، اللهم بارك. وهتبدأ عجنة اهي، ربنا يديها الصحة. المية اللي انت هتحطيها زي ما انت شايفة كده بالمعيار، هتحطي على حسب الشكل او السماكة اللي انت هتشوفيها دلوقتي في ملمس العجين. حبايبي اذكروا الله وصلوا على الرسول الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العجين من الحاجات اللي بتحب الصلاة على الرسول كتير جدا جدا جدا، والاستغفار، استغفري كتير طول ما انتي واقفة بتعجني بتعملي أي حاجة. استغفري ربنا كتير، وأظن قلت لكم الكلام ده قبل كده. خلي ربنا يطرح في حياتكم البركة إن شاء الله، وتبقى حياتكم كلها خير ورضا إن شاء الله. انا كده بزود لها المية زي ما هي بتقولي بالمعيار اللي هي عارفاه. طبعا انت هتعرفي بالنظر كده ان شاء الله، ويبقى كل حاجة واضحة قدامك، وتعرفي الطريان هيبقى عامل ازاي بعد كده. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هي كده دي الخميرة يا جماعة، جابتها حطت عليها معلقتين ل3 معالق سكر. تمام، دي خميرة اللي هي البيرة اللي هي العجينة دي يا رب تكونوا عارفينها. تمام، هي حطيتها كده بشوية مية دافيين و3 معالق سكر، وسابتهم لما خمروا زي ما انت شايفة. هتبدأ تعجنها دلوقتي، اللهم بارك. بتشوف العجين بقى كويس ولا لأ، لقيته محتاج مية تاني فبتبدأ تزوده. اتمنى تشتركي في القناة لو انت لسه مش مشتركة، وتعملي لايك كده حلو وكومنت ظريف، علشان ان شاء الله تشوفوا وتفرح الكومنتات الفيديو اللي عملته بتاع القرص. اتمنى اللي ما شافوش ينزل يشوفه. عجبتها الكومنتات جدا وكانت مبسوطة والله جدا، ودعت لكم كتير. كل اللي علا خد دعوة من نصيبه، ربنا يجعلها من نصيبه يا رب العالمين. فان شاء الله هتشوفي التعليقات دي برضو، ربنا يفرحكم ويفرح كل الناس بكلمة حلوة يعني. ان شاء الله اللهم امين يا رب العالمين. هي كده بقى بتبدأ تملكه كويس جدا. اللهم بارك، اللهم بارك، ربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب.
على فكرة عايزة اقول لكم على حاجة، كل حد بيشترك في القناة او يدخل يتفرج على فيديو عندي وبيعجبه وبيقول لي رأيه، انا مش باخده محمل ان هو مثلا بيقول لي رأيه وخلاص ان هو عجبه، او حتى ممكن يكون اصلا ما اتفرجش عليه او ما كملهوش، بس الكلمة فعلا بتفرحني جدا، بحس ان هو انا بعمل حاجة كويسة وفي حد بيحبها وبيستنى الفيديوز بتاعتي. ف يعني والله يعني اتفرجتوا كملتوا الفيديو او ما كملتوهوش، تعليقاتكم دي فعلا بتفرحني، بس والله بتمنى فعلا من قلبي ان انتوا تدخلوا وتكملوا الفيديو للاخر عشان يوصل لي ان انتوا اتفرجتوا عليه والمشاهدة تبقى كاملة للاخر. يعني ربنا يبارك لي فيكم ان شاء الله يا رب العالمين. بصي هي بتعمل مش عارفة اسمها ايه بصراحة، هي تقريبا بتفرقع العجين مش عارفة، اللي عنده خلفية بالحتة دي يقولي عليها. تمام. بتطب العجين حاجة يعني تقريبا كده. تمام. بس عايزة اقولكوا كانت متعة اصلا ان هي العجن ده اساسا متعة، انا من الناس اللي بتحب العجن جدا، فمجرد النظر كده للعجين بيبقى فيه حالة من السعادة بصراحة. هي كده اهي خلاص تمام، هتبدأ بقى تشوف العجين تختبره، بس بعد ما تديه كام خبطة كده. تمام. اللهم بارك اللهم بارك، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكوا يا رب، اللهم امين. عايزة بس اقولكوا يلي بتسمعوا الفيديو من اوله وبتخرجوا قبل ما بتكملوا، انا عارفاكوا انا عارفاكوا، اتمنى بقى تكملوا الفيديو الاخر علشان بتبسط جدا لما بشوف كمية مشاهدات حلوة وتعليقات وكومنتات حلوة كده، بفرح جدا جدا. نفسي القناة بتاعتي تكبر بسرعة، هو مفيش حاجة بتيجي بسرعة طبعا، بس نفسي يعني حلم من ضمن احلامي اللي انا بحلمها ان قناتي تكبر شوية، تبدأ تتعرف تبدأ تتشاف، ابدا اغير بقى شوية اطور في الموضوع او في القناة. فكل دوت مش هيحصل غير بيكوا انتوا اللي هتساعدوني في ده، وبتمنى من ربنا ان انا اقدر اعمل المسؤولية اللي عليا. انا والله لما حد بينزل اي فيديو او اي حد بيعمل يعني بعرف ان حد نزل فيديو النهاردة بدخل على طول، واعتقد كلكم عارفين بكده، ما بسيبش حد لاني بحب التشجيع جدا، يعني بحب اشجع الناس جدا، وبحب زي ما انا بشجع الناس الاقي الناس تشجعني، يعني مش واحدة بواحدة، لا والله بالعكس، بس بتبسط لما بشوف رد الفعل اللي بيفرح. اظن مش انا لوحدي كده، يعني في ناس كتيرة كده يعني بتحب تشوف رد فعل الناس اللي بتحبها في يعني على طول. تمام. هي كده بتبدأ تقرص اهي، اللهم بارك، ده زيت يا جماعة بتحطه على الوش علشان ما يبدأش يعمل قشرة، خصوصا احنا في الشتاء، فهي بتحط زيت عشان ما يعملش قشرة من على الوش، بدل ما ترش مية بالبخاخة والكلام دوت، يعني دوت دي طريقة حلوة جدا وبتخلي العيش بيلمع ولما بيتحمر بيبقى شكله حلو جدا. هتشوف الفيديو ان شاء الله هيعجبك جدا. تمام. هي كده اهو اللهم بارك بتبدأ تقرصه كله. اهم حاجة زي ما انت شايفة كده، عايزاكي تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله بعمله. ما شاء الله احنا كده خلصنا الكمية كلها، هنبدأ بقى الفرن شغلناها وسخنت جدا، لازم الفرن بتاعت الخبيز او بتاعت العيش تبقى سخنة. تمام. هتبدأ بقى توريكوا بتعمل بالرحاية ازاي، بتبدأ ترح العيش، اللهم بارك.
هو الموضوع سهل جدا، بس يعني بيخض شوية في الأول. أنا جربت كده في رغيف، أول رغيف اتعمل، فمش عايزة أوريكوا هو كان شكله عامل ازاي. فخلينا حلوين مع بعض. هو كان حلو يعني، بس مش قوي يعني بصراحة. لكن ما يأستش يعني، ان شاء الله هتعلمه واعمله لكم بإذن الله. تمام. بص، اللهم بارك، الرغيف شكله تحفة جدا بجد، كان حلو قوي. هي بسم الله ما شاء الله متمكنة. انا هروح فين طيب؟ احنا لسه بنتعلم. مع اني وانا يعني كان عندي 13 سنة كده، 14 سنة كنت بعمله، كنت شاطرة فيه يعني، الى حد ما كنت بعرف اعمله. كان عندنا فرن، وكنت يعني يعني لوحدي بقى، وكنت يعتبر الكبيرة، فكنت بحب اعمل العيش ده بصراحة. كنت بخاف طبعا حاجة تبوظ، وكان بيبوظ كتير يعني الحقيقة، يعني ما اكدبش، بس كنت بتعلم بصراحة. لكن عشان بقالي فترة كبيرة ما عملتوش فنسيت يعني الحقيقة. نسيت بيتراح ازاي، نسيت بيتشال ازاي اصلا، ما كنتش عارفة ارفعه من على البتاعة دي خالص ابدا. حاولت ارفعه، مش قادرة ارفعه خالص. فيعني بعدت عشان ما اكسفش نفسي اكتر من كده بصراحة. كفاية اللي بوظته. اتمنى الفيديو يعجبك، وتسمعي للاخر، تسمعي للاخر، وتقولي رأيك ان شاء الله في الكومنتات. هي كده بتلف العيش بقى عشان تحط الرغيف الحلو دوت. اللهم بارك. يعني هي الحدفة دي لوحدها حكاية، الحدفة اللي هي بتحدفها في الفرن دي قصة يعني، عشان اعملها يعني مش عارفة، رغيف جه نصين كده فوق بعضه. والله انا مخبيها، مش عايزة اوريهولكوا يعني بصراحة، عشان ما يعني خلي برستيجي يعني، فاهمين انتوا. بص، اللهم بارك، بتشيله ازاي. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، عسل. حلو جدا. كانت بتقولي شفت بيتشال ازاي، بس طبعا مفيش، الموضوع صعب جدا. ده هتحطه كده علشان الجزار بيحب العيش فيه لبة كبيرة. تمام. فهي حطتهوله كده عشان تسويهوله بلبة كبيرة. اللهم بارك. انا على فكرة انا ما قصيتش كتير من حتة الفرد اللي على الرحاية دوت. تمام. علشان تشوفوه بتعمل ازاي. يعني اعتقد ان في بنات كتيرة زي كده عندها الموضوع ده صعب شوية، بس مع الوقت هنتعلم على فكرة، ما فيش مستحيل. تمام. اللهم بارك. بصوا الرغيف اللي كان اتحط زي ما هو بايه، مش عارفة طلع له عين كده من الجنب يعني، مش عارفة ليه، عشان طبعا ما ترحش كويس، وكان في كمية لبة من جوه كبيرة جدا. تمام. اللهم بارك. بصوا العيش كان تحفة. كفاية ريحة الخبيز في البيت في الشتاء كمان يعني، كان حاجة كده تفرح والله. الخبيز عموما، او ان انت تشغلي الفرن في البيت، دي حاجة بتجيبلك الخير، وبتجيبلك يعني الرزق يعني، ربنا يرزقنا جميعا يا رب. بيدفي البيت بقى، وبيعمل جو حلو، العيلة كلها اتلمت حوالين الفرن كده. كان جو بصراحة حلو جدا. كله قاعد فرحان يعني، الحاجة بتعمل عيش يعني، دي حاجة بصراحة بتفرحهم جدا يعني، وبتفرح البيت كله والله. تمام كده. الكمية اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله، 5 كيلو عملوا لنا كمية محترمة جدا. لو عايزة تبدأي بكيلو وتتعلمي مثلا، او تجربي فيه، او خدك الحماس كده وعايزة تعملي كمية صغيرة، ممكن تبدأي بكيلو، بتقللي بقى الكمية. مثلا كمية الملح بدل ما هما معلقتين، لا هتحطي مثلا ذرة ملح، وهتحطي تقريبا كده معلقة سكر مع الخميرة، وتمام. ما تزوديش يعني في الحاجات دي. وطبعا السمك بتاع العجين اتمنى يبقى بس واضح معاكي في الفيديو، تبقى انتي يعني ليكي نظرة كده في الكمية، كمية المية. وربنا يحسن ما بين ايديكي، وان شاء الله تعملي احلى عيش في الدنيا ممكن تاكليه. اللهم بارك. بصي كان بيبدأ يتنفخ ازاي في الفرن، شكله حلو جدا. بسم الله ما شاء الله.
فرصة بقى وانا مشغلة الفيديو كده وفاكرة عايزة اشكر حد عندي على القناة اسمها مليكة، بجد يعني من الناس اللي بتدعمني من اول ما نزلت فيديوهات. يعني كنت لسه في البداية خالص، انا لسه في البداية يعني، بس كنت خالص اللي هو تقريبا هي الوحيدة اللي اشتركت في البداية يعني. فعايزة اقول لها شكرا ليكي بجد لدعمك ليا، والله انا بحبك في الله جدا. وربنا يقرب المسافات يعني وترجعي كده تشغلي قناتك تاني وتستمري وتقدمي محتوى حلو ان شاء الله، وانا هكون اول داعم ليكي. يعني مش بالامكانيات يعني، بس ان شاء الله بالتشجيع وبالحماس باذن الله. ربنا يوفقك يا رب العالمين. اتمنى تشوفي الفيديو دوت، وانا عارفه ان انت هتشوفيه. اتمنى ان انت تشوفيه واشوف رايك كده على طول في كل فيديو بعمله، عشان انتي فعلا بتدعميني كتير، والله ربنا يبارك لي فيك يا رب العالمين. بصي هي كده كمية العيش اللهم بارك خلصت. حلوة جدا والعيش كان حلو قوي. بصي يعني حماتي بتفتح لك رغيف اهو، بصي من جوه والله كان بجد حلو قوي قوي. اعتقد يعني الفيديو باين، مش محتاج ان انا احلف كتير يعني، المفروض الفيديو باين اهو وانتي كلك نظر اهو. بتلفهولك كمان يعني، تعمل ايه اكتر من كده؟ العيش كان حلو والله جدا جدا. بألف هنا وشفا لكل اللي اكلوه يا رب العالمين، كان حلو قوي. احنا اكلنا نص واحنا بنصور اصلا. ممكن بقى تحطي فيه طعمية سخنة كده وانتي لسه مطلعاه من الفرن، بيبقى حلو قوي. بتقول لكم تفضلوا احلى سندوتش طعمية سخنة والعيش سخن بقى، حاجة كده حلوة قوي. اتمنى بقى الفيديو يعجبكم. شكرا لكم متابعتكم ليا، بحبكم جدا في الله، واقول لكم سلام.